بصح فوزي لقجح كما يقول لك انسان مبرمج. نعم. باش يخلط كل ما هو رياضي. واليوم بان على حقيقته باللي ما جاش يخدم الكره الافريقيه ولا الكره المغربيه، جاء لمصالحه ومصالح واش عطاو له لازم يدير. هل تتوقع اننا يمكن في يوم من الايام نعم ان نرى تحقيقا يفتح في فضائح وكوارث الكاف، وبانه فيه اشخاص سيحاكمون على العلم؟ بالنسبه لي ما يكونش، لن ياتي هذا اليوم. لن يكون. لو كان ما يكونوش الافارقه رجال والمغاربه رجال وما يتضامنوش وما يلعبوش 27 ويبويكوتيو لاكوب دافريك، يقاطعون كاس افريقيا، يقاطعون كاس افريقيا 27 ودي لافريك دو سود مع المروك يلعبوها وحدهم، واللي يحب يتبعهم يروح. بصح الكل ما يروحوش باش هنا تكون الضربه الصحيحه. نعم. وعلى الجزائريين لكن فيه الكثير من المنتخبات الافريقيه تلعب في المغرب وتستفيد من امتيازات في المغرب، من مركبات رياضيه ومن ملاعب ومن فنادق وامتيازات اخرى كثيره. مالك كيما قال ميدو، نريحوا توجور نبكيو على سعدنا ونضربوا غير بيناتنا ونتحاسدوا غير بيناتنا، والناس راهي دير الرجال ديالها ديرها في لاكاف وفي لا فيفا. ميدو سيرد الكاف بقوه عن طريق اتخاذ عقوبات في حق الاتحاد السنغالي. عادي، مثل ما تم اتخاذ عقوبات لا مكان لها ولا معنى لها ضد المنتخب الجزائري. 50,000 دولار العقوبة بسبب رفع الأنصار لأوراق الأورو المناصرين، 50,000 دولار أمون في ظل هذه التصريحات. أعتقد بأنه شوف كل شيء كان واضح. الاتحاد الإفريقي منذ زمان هو هكذا، منذ وقت قبل عيسى حياته كانت فيه بعض الأطراف مسيطرة. ذهبت السيطرة دواليك لم تصل لنا نحن لحد الآن، ربما قد مع تغير في المستقبل نوليو احنا ثاني نسيطروا على الاتحاد الإفريقي لأننا لم نسيطر عليه يوما. لذلك أعتقد بأنه السيطرة كانت دواليك، لكن ما يحدث في السنوات الأخيرة أصبح أكثر من مجرد سيطرة، أصبح فضائح على العلن وأمام الملأ بدون خوف من أي شيء. لأنه صراحة لما تشوف ممارسات، كان بعض الممارسات في كرة القدم تمارس لكن فيه تخوف، مثلا من بعض تخوف من الإعلام، تخوف من الاتحاد الدولي، لكن هادو ما عندهم تخوف من حتى شخص، وكأنه ملكية خاصة بالنسبة لهم، لا يتخوفون من أي أحد، لا من الاتحاد الدولي، لا من الإعلام العالمي، لا من أي شيء. لذلك سيواصلون. الآن الاتحاد الإفريقي يتخبط لأنه بدأت الفضائح التي كانت مسطورة بعض الشيء أصبحت علانية. تحدث رئيس الاتحاد السنغالي عفوا ديرونج با القجع ولا موتسيبي، ماشي ديرونجه، لأنه تحدث الزوبعة، تحدث الكثير أثناء الدورة ووصلوا فعل ما يحل لهم أثناء الدورة إلى غاية النهائي، وين كانت العدالة الإلهية أكبر من أي شيء.